يوفنتوس أن هدف الفريق هو تحسين الأداء والنتائج أوروبيا، إضافة إلى محاولة الفوز بالدوري للموسم السادس تواليا. كما صرح أليجري أنه لم يتحدث بعد مع المهاجم سيموني زازا بشأن مستقبله مع الفريق. لقد فزنا بالبطولة 5 مرات في آخر 5 سنوات، توجنا بالكأس والسوبر الإيطالي، لكننا لم نفز بدوري الأبطال. علينا أن نحسن نتائجنا في الشامبيونز ليج، لكننا نعلم أن ذلك لن يكون سهلا، لأن البطولة دائما ما تكون معقدة، خاصة في الأدوار الإقصائية. إذا أردت أن تذهب بعيدا أوروبيا فعلى الفريق أن يكون في أفضل حالاته، وهذا أمر لا يمكن توقعه، فقد تحدث إصابات مفاجئة قد تضعك خارج البطولة. الفوز بدوري الأبطال مرتبط بتفاصيل دقيقة وكثيرة، على عكس الدوري الذي أعتقد أنه في نهايته ستظهر القوة الحقيقية للفريق. سيكون أمرا استثنائيا لو فزنا بسكوديتو للمرة السادسة تواليا. لم أتحدث مع زازا حتى الآن لأنه كان متواجدا في اليورو، لذا فضلت أن لا أزعجه في الوقت الحالي. زازا كان لاعبا حاسما في الكثير من مباريات الموسم الماضي، كما فعل أمام نابولي. أعتقد أنه يمكنك الفوز بالبطولات إذا كان لديك لاعبون لا يشاركون كثيرا، لكنهم يقدمون أداء لا يقل أهمية عن اللاعبين الأساسيين. إذا أردت أن تقدم موسما جيدا في كرة القدم الحديثة فلا يمكنك الاعتماد على 13 لاعبا فقط. تعاقد إشبيلية